أول حاجة صباحكم سكر وصباحكم عسل نحل وصباحكم إن شاء الله معطر بذكر الرحمن. دي في أول حاجة يعني. صباح الورد وصباح العسل. إيه يا أم حضى الفيديو القصير ده؟ الفيديو القصير ده يا حبايب قلبي أنا بعمله عشان أرد على اللي بتقولي أنت ليه بطلت النقد؟ هل عشان أنت بقيتي صاحبة فلانة وعلانة ولا عشان كنت غلطان؟ هقولك إيه، أول حاجة هرد عليكي هقولك إيه، صاحبة فلانة وعلانة دي أول حاجة أنا ما كنتش بصاحب حد، فقدت الصحوبية خالص. لان اللي انتوا شفتوه يعني اللي انا مجرباه يعني كنت مصاحبه ناس كتير او مصاحبه كذا حد، وطلع عليا ما يعرفنيش اكني ما كناش. الصحوبيه ده انا كنت يعني بعملها كعيش وملح. اما هم لا كان عيش وملح ولا عيش وبتنجان كمان، كله راح اتجه لصاحب المصلحه فقط. اما ام حوده هيجيلنا من وراها هيجيلنا من وراها مصلحه؟ لا طبعا. ام حوده ايا كانت صاحبه قناه وعلى قدها وعلى قد حالها نصاحبها ليه ان شاء الله؟ لا نجري للي بيرفعوا منتديات، ونجري للي بيدخلشوا لنا يدعمونا بقى ويقولوا بقى ويمدحوا. ام حوده هتعمل ايه؟ ام حوده لا اقلش، ام حوده اقلش، كب 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 في في اقرب مكببه زي ما بيقولوا. انا ما بيهمنيش من حد، وطالما انا على حق وربنا يصلح حال الجميع، وانا ما عادش ليا صحوبيه خالص. لا بتشوفيني بعلق عند قناه حد، ولا اللي بتجيب سيرتي دي تجيب سيرتي بتشغل قناتها، انا مش ليا فيه خالص. تمام. وما بصاحبش حد. تمام. ده اول سؤال انا رديته على حضرتك اهو. تاني سؤال، انا كنت غلطانه في النقد، لان النقد ده مش شغل. النقد ده سيرة فلانة وسيرة علانة، ودي عملت ودي سوت ودي جابت ودي لا، انا بطلت النقد عشان انا كنت غلطانة في النقد. مش هقولك لا، بس مش غلطانة عشان مثلا فلانة مش غلطانة ولا دي مش غلطانة. لا انا مش ليا فيه. انا بطلت النقد لحاجة معينة، بس بطلت بخيره بشره. بغلطانة مش غلطانة مش ليا فيه. مش ليا فيه. كل واحدة بتغلط بتشيل غلطها، كل واحدة ما بتغلطش بتستحمل نتيجة اللي بتعمله. تمام. أنا بطلت النقد لهدف معين، لهدف معين، اللي ده مش شغل مش محتوى، ذنوب بالمعنى الأصح. دي عملت دي سوت، لا ده انت رحتي فلانة، لا أنا كنت غلطانة فعلا. أنا هقول لكم ومين ما بيغلطش؟ مين فينا ما بيغلطش؟ بس اللي بيتمادى في الغلط هو ده اللي غلطان، هو ده اللي فعلا بيغلط. اما اللي بيغلط وعرف غلطته ده، او عرف اللي هو كان بيشتغل غلط او كده واتجه للطريق الصح، محتوى ايا كان بيجيب مشاهدات ما بيجيبش مشاهدات، بس حتى لو بيدخل دولار واحد بيبقى اسمه حلال. تمام. هو ده اللي خلاني ابطل عن شغل النقد. وكفايه اللي فيه متابعين كويسين وزي العسل وزي السكر زيكم كده بيقولوا لي اشتغل على محتواكي يا ام حدا، محتواكي كوميدي ومحتواكي حلو واحنا مع بعض ومكملين. تمام. هو ده اللي خلاني ابطل نقد. اما عشان تقولي هي كانت فلانه فعلا مش بطال، انا مش ليا دعوه. اللي بيغلط بيغلط. دي صينية مكرونة بالبشاميل تستاهل بقكم كده. قلنا واحنا بنعمل المقطع الصغير ده ونرد على الأسئلة اللي كل يوم يعني ليه انت ما بترديش؟ لا انا ما فيش حاجة اسمها اللي انا خايفة من حاجة. انا جيت اهو، بس كنت مبطلة الشغل او فيديوهات او كده، بنزل مقاطع عشان الوقت وكده، فعشان رمضان وكل سنة وانتم طيبين. اما شوفوا المكرونة بقى بتاعتي زي العسل طالعة بتزرغت اهي، بتزرغت. مين اللي وصل للي بتزرغت؟ بحبكم في الله. انا رديت كده على السؤالين، بتمنى ان انتوا تهدوا وكفايه يعني قطع ارزاق لغايه كده. انت مبسوطه كده اللي انت بتقطعي الرزق بتخشي بالايميلات الفك؟ كفايه ايميلات فك. انت ما شبعتيش؟ ما زهقتيش ايميلات فك؟ يعني كده انت لسه يعني مش عارفه في ايه؟ ما هديتيش كده؟ خلاص دخلتي على الناس كلها طفشتيها وقطعت الرزق، وانت مبسوطه قوي بتضحكي تقول لك اهم حاجه اللي بيدعموكي ما عادوش بيخشوا. خلاص يا ست الرزق على الله. انا بحبهم برضو وبحترمهم، كل الناس بحبها وبحترمها. بحبكم في الله، ناس كلها خير وبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.